في حكام التاريخ نسيهم، وفي حكام التاريخ وقف عندهم محتار، بس قليل قوي اللي التاريخ قال عليهم مجانين، فراعنة وأولياء في نفس الوقت. النهاردة هنتكلم عن واحد من أغرب حكام مصر، خليفة كان بيسوق البلد على ضوء القمر ويقلب الليل نهار ويمنع الملوخية والضحك ويؤمن إن ربنا ساكن جواه. مين هو؟ ده الحاكم بأمر الله الفاطمي، الخليفة اللي اختفى فجأة وساب وراه حكايات ما بين الأسطورة والحقيقة. يلا نبدأ الحكاية. اتولد أبو علي المنصور بن العزيز بالله سنة 985 ميلاديا، وبقى ولي عهد وهو عنده 8 سنين بعد وفاة أخوه محمد، ولما أبوه مات مسك الحكم وهو لسه طفل عنده 11 سنة. وفي بداية حكمه الوزير برجوان كان هو اللي بيحكم فعليا، بس بعد ما الحاكم كبر أزاح برجوان سنة 1000، مسك زمام الأمور بنفسه، ومن ساعتها بدأ عصر غريب وعجيب. الخليفة اللي كان بيحكم بالنهار لا، ده كان بيقلب الليل نهار. تخيل كده، الحاكم أمر إن الناس ما تشتغلش بالنهار، يناموا الصبح ويصحوا بالليل، والمحلات تفتح بالليل مش بالنهار، كأن القاهرة بقت مدينة أشباح. وكان بيركب حمارة بنفسه ويمشي يتفقد الأسواق، وأي حد يغش الناس كان بيلاقي مصير بشع، لدرجة إن ابن كثير بيقول إنه كان بيؤمر عبده مسعود يعاقب الغشاشين بالفاحشة العظمى قدام الناس. الملوخية لا، ممنوعة. والله الحاكم منع الملوخية عشان معاوية ابن أبي سفيان كان بيحبها، وكمان منع الجرجير عشان السيدة عائشة كانت بتفضله، وكأن الأكل بقى بيخضع للولاء السياسي. ده حتى القرموط اتمنع، والمزارعين اتمنعوا من ذبح البقر وزراعة العنب، والنبيذ اتلغى تماما. وكمان أمر بقتل الكلاب في الشوارع عشان نباحهم كان بيضايقوا، ونهب مدينة الفسطاط بالكامل. كمان ما كانش بيحب الستات تمشي في الشارع من غير مرافق، حظر خروجهم من بيوتهم من غير إذن، ولا يمشوا ورا جنازة، ولا حتى يكشفوا وشوشهم. الحاكم بأمر الله كان متناقض جدا، مرة يضطهد أهل الذمة ويهدم الكنائس ويمنعهم من دخول الحمامات العامة، ويجبرهم يلبسوا علامات تميزهم زي الصلبان الخشب أو قلادات العجل. بالنسبة لليهود حتى اللغة القبطية اتمنعت، واللي بيتكلم بيها كان ممكن يتقطع لسانه، لكن فجأة تلاقيه بيبني مساجد ويوزع أكل وقت المجاعات ويدعم العلماء والشعراء ويبني دار العلم اللي كانت بمثابة جامعة في قلب القاهرة. في آخر سنين حكمه بدأ يقتنع بأفكار بعض الدعاة الإسماعيليين اللي قالوا عليه إنه تجسيد للإله، ومن هنا بدأت تتكون طائفة جديدة، الطائفة الدرزية، وبدأ الناس دول ينشروا تعاليمهم، ومن أشهرهم حمزة بن علي ومحمد الدرزي. وفي ليلة من الليالي سنة 1021 خرج الحاكم في نزهة على تلال المقطم، بس ما رجعش تاني. مفيش غير حماره وثيابه اللي لقوها متلطخة بالدم. في ناس قالت أخته ست الملك هي اللي خلصت عليه، وناس تانية قالت لا، ده اختفى وهيرجع تاني. بس الحاكم بأمر الله عمل إنجازات كتير برضو. كان من أهم إنجازاته الثقافية تأسيس دار الحكمة سنة 1005 كمركز للعلم والمعرفة، وأنشأ مكتبة ضخمة جمعت آلاف المخطوطات. كمان دعم التعليم للعامة وليس النخبة فقط، وبنى مساجد عديدة أشهرها الحاكم بأمر الله. إرثه التاريخي هو يعتبر آخر الخلفاء الفاطميين الأقوياء، شخصية متناقضة بين القسوة والإنجازات، مؤسس الطائفة الدرزية اللي ما زالت موجودة، ترك أثرا معماريا كبيرا في القاهرة، نموذج للاستبداد الديني في التاريخ الإسلامي. الحاكم بأمر الله ما كانش مجرد حاكم، ده كان ظاهرة، لغز، علامة استفهام كبيرة في سطر التاريخ الإسلامي. اتحب واتكره، اتوصف بالعدل والجنون، لكنه ساب بصمة محدش يقدر يمسحها. اختفى فجأة وساب مصر ما بين لعنة الحكم ونور العلم، وصدى الآذان في جامع لسه شايل اسمه لحد النهاردة. ودي كانت حكاية أغرب خليفة شافته القاهرة، الحاكم بأمر الله.